مساء الفل والسعادة والسكر الزيادة متابعيني في كل أنحاء مصر والعالم العربي وكل أنحاء العالم. مرة واحد لمبة النور بتاعت أوضة النوم بتاعته اتحرقت، اتصل وكلم السباك وقال له أنا عايزك عشان عندي مشكلة في الشقة. السباك جري راح لقيه مدخله على أوضة النوم وقال له أنا عايزك تصلح لي اللمبة دي. السباك استغرب وقال له بس يا بيه أنا ما فهمش في اللمض، أنا دي مش الصنعة بتاعتي، أنا ما فهمش في ده. فالراجل زعق واتخانق وقال له على فكرة انت خذلتني، انت ما ادتنيش الحاجة اللي انا محتاجها، انا كنت محتاج حد يصلح لي لمبة النور، انت فاشل ملكش اي لازمة في الحياة. قصة تبدو ان هي عبثية خيالية بس في الحقيقة ان احنا بنعمل كده كتير قوي، بنعمل كده في علاقاتنا، ان احنا دايما بنطلب الحاجة اللي احنا عايزينها من الشخص الغلط. الشخص الغلط دي مش معناها ان الشخص ده وحش، لا، بس الشخص اللي مش هيقدر يديني الحاجة اللي انا عايزاها. فبنبقى دايما حاسين ان العلاقة دي عبء علينا، فبنتضايق وبنبعد عن الشخص، والشخص كمان بيتضايق وبيحس ان احنا بنحسسه ان هو شخص مش كفاية، في حين ان انت ممكن تستثمر العلاقة اللي بينك وبين الشخص ده احسن استثمار ممكن لو طلبت منه الحاجة اللي هو يفهم فيها. لو سيادتك محتاج رومانسية ما تطلبهاش من شخص عقلاني، اطلبها من شخص رومانسي حنين. لو محتاج نصيحة ما تروحش تطلبها من شخص ما عندوش تجربة كافية في الحياة فينصحك نصيحة تلبسك في الحيطة وتقوله في الآخر انت بصراحة ملكش أي لازمة، كل كلامك غلط، ما انت أساسا اخترت الشخص الغلط. شخص انت عارف ان هو مجرد بس قعدته حلوة وخلاص وبنضحك وبنهزر، ما تجيش في موقف صعب انت مريت بيه وتقول انت خذلتني، انت ما وقفتش جنبي. ما هو أساسا الشخص ده مش إمكانياته ان هو يقف مع حد أو يسند حد، بس ممكن يكون عنده حاجات تانية كويسة. فإحنا بنخسر كتير قوي في حياتنا لما بنحمل الناس فوق ما يتحملوا، أو بطلب من الشخص حاجات ما يقدرش يعملها. جزء كبير من الذكاء الاجتماعي مرتبط بإنك تكون عارف تطلب إيه من مين اللي أقدر أطلب منه الرومانسية، مين اللي أقدر أطلب منه النصيحة، مين اللي قعدته حلوة ممكن يخرجني من أي حاجة صعبة أنا بمر بيها. في شخص ميزته الوحيدة في الحياة إن هو يسمعك، ممكن يسمعك، قلبه كبير جدا جدا يسع الدنيا بحالها، لكن ما يقدرش يديك نصيحة. حنين هيطبطب عليك، ساعات الإنسان بيبقى محتاج حد حنين ويطبطب عليه، بس مش بالضرورة يكون عنده الخبرة الكافية اللي يديك بيها نصيحة. ممكن شخص تاني مثقف يديك نصيحة بس ما يعرفش يطبطب، ما يعرفش يبقى حنين، ما يعرفش يبقى عنده جرعة الرومانسية والدلع اللي انت محتاجها. اعرف تطلب ايه من مين، وبلاش تطلب من السباك يصلح لك لمبة النور وترجع تقول للسباك انت فاشل، عشان هو ممكن يبقى سباك شاطر بس انت طلبت منه حاجة ما يفهمش فيها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني بإذن الله. تحياتي سوزان محمد سعيد، باي باي.